مع الأبطال، جهاز مكافحة الإرهاب والأبطال وخلية الإعلام الحربي الأبطال اليوم عثرنا على دبابة للدواعش في قضاء الموصل قريبا مع الأبطال مكافحة جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال ويا علي الجواد حسين ومرتضى الموسوي. سيدي أنا هسه طاهر بهذا الشارع اللي الفرعي وهم طلعوا من عندي دا يجيب لك القوه لك، طيت النقطه مالتك دا يتجه، بس المشكله صاروا بعيدين يعني يصير منطقه بعيده وطيات ارضيه الاتصالات تصير ضعيفه عبر السيجار. واحد متعلم هسه دا احاول اعديها والله. يلقى له 500 يلقى له الف يلقى له بندقيه بس ما يلقى له دبابه. يمكن شنو وين ضامن؟ 4 و5 مرات عندك طلعت بوبر امان يعني رجال الخلف دبابه وجايبينها من سوريا والكماكو دبابات والله يعين عليك. يلا هي هاي سيدي هي هاي هسه حناديهم النار. بسم الله الرحمن الرحيم الى كافه الابطال المرابطين في كافه جبهات القتال من شرطه الاتحاديه وحشد الشعبي والفرقه التاسعه ابطال جهاز مكافحه الارهاب، تحيه لكم وان شاء الله دماءكم لن تذهب سدى. نصركم يؤدي الى نصر العراقيين جميعا، تحريركم لهذه المناطق وتحرير لكافه مناطقكم، وان شاء الله عملكم يتوج بمعنى واحد وهو انقاذ الارواح البريئه، واتمنى ان ترجعوا الى اهاليكم سالمين غانمين. تحية لك يا بطل، لك يا راس سلام مرتضى الموسوي. تحياتنا لجهاز مكافحة الإرهاب البطل اللي عودنا دائما على بطولات وصولات وجولات. اليوم حقيقة جولتنا جوز باردة. تدرون ليش؟ لأنه من يسمعون بأنه جهاز مكافحة الإرهاب دخل إلى منطقة ما يبقى ولا داعش، لذلك شاهدنا سيارة أو سيارتين وتم اغتنام كل أسلحتهم واعتدتهم. إن شاء الله منتصرين ما دام هناك أبطال وشجعان يقفون على السواتر. كلمة لك أخيرا على الجواد. والله اليوم فرحانين جدا، يعني نحب نبشر شعبنا انه لم يبقى في هذا المحور الا 3 كيلوات او كيلوين تحديدا، ونصل الى يعني الحافه الاماميه للاحياء الخاصه بمدينه الموصل، وهذه بشرى كبيره انه بعد كيلوين ونوصل الموصل والموصل عراقيه وترجع عراقيه ويرفرف العلم العراقي رغما عن انوف داعش. ان شاء الله بسواعد ابطالكم ان شاء الله اعلام الحربي وكل القوات الامنيه.